مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: شق طريق يربط بين منطقتي عبدخالة ونداقرقيس. أنشطة نفير لجمع للإنتاج في تباروا. ورشة عمل لإصحاح البيئة في قنداع. مقتل أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية. الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء موعد البريكست. أوامر بإجلاء 180 ألف شخص بسبب حرائق الغابات. أهلا بكم مشاهدينا. تقوم شركة بدهو للإنشاءات بشق طريق يربط بين منطقتي عبدخالة ونداقرقيس بالإقليم الجنوبي. وأوضح المهنيون الناشطون في البرنامج بأن الطريق يصل منطقة نداقرقيس مرا بمناطق مجقات وإندا حشن وغزاخرن، ويحل محل طريق عدي كوتيو الوعر وغير المناسب. وأشار المهنيون إلى أن الطريق وصل في الوقت الحالي إلى مرحلة بناء الجسور، مشيدين بالجهود التي يبذلها أعضاء قوات الدفاع لإنجاح المهام. من جهة منظمة سكان ضاحية سموم ومايلاف مؤدبة قضاء لتشجيع العاملين في شق الطريق من أعضاء شركة بدهو وقوات الدفاع. وأكدت مديرة ضاحية سموم السيدة فروين قبريهوت جاهزية المواطنين لمواصلة التشجيع للناشطين في عملية شق الطريق حتى مرحلة الاكتمال. عبر سكان مديرية دباروا عن فخرهم لمشاهدتهم توريث قيام العمل الذي يعد أحد القيم الإريترية السمحة إلى الأجيال المتعاقبة، مشيدين بدور الشباب الطلعي في تنظيم أنشطة نفير مختلفة. أوضح السيد يارد دهب تقرقيش مسؤول الزراعة في المديرية أن أنشطة النفير تتمثل في تنظيف المزارع وجمع الإنتاج للجهات المحتاجة، مستشهدا بدور المعلمين والطلاب وأعضاء قوات الدفاع والشباب العمال. وأشار السيد يارد فيما يتعلق بأنشطة جمع الإنتاج الجارية ابتداء من 22 من أكتوبر الجاري في مناطق قرطاطي وكساد عرو وعد تخالة وعد بزحنس ومرب وتجاملة وزاول وعد قبراي وشكتي وترى أمني وعد فلسطي وعد نهباي وعد لوغو وعد شرفيتو. أشار إلى جمع الإنتاج بفضل هذه الأنشطة تفاديا لأضرار الأمطار المتأخرة. وقد تمت زراعة 23,700 هكتار في مديرية دباروا هذا العام، منها 19,870 بالحبوب و 36,034 بالبقوليات و200 هكتار بالمحاصيل الزيتية. نظمت أنشطة نفير بالتعاون بين القيادة الغربية وإدارة مديرية بارونتو لحصاد مزارع المواطنين المحتاجين. ويجري العمل منذ 27 من أكتوبر الجاري عبر السكان وأفراد الجيش في ضواحي سلام وفتحي وبيارا وداسي وعناقلو وفوده وكلوكو وكنان وسيسيما. وأوضح المشاركون في النفير على العمل في الأنشطة الأخرى دون الاقتصار على الحصاد، مؤكدين بأن التعاون من قيم الشعب الإريتري. قيمت مكاتب وزارة التعليم في إقليم الجنوبي والأوسط نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة المتوسطة. وأوضح تقييم الإقليم الجنوبي الذي عقد في مندفر بأن نسبة النجاح في امتحانات العام الدراسي 2018-2019 زادت بنسبة 3% عن العام الدراسي السابق. وذكر منسق امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الجنوبي الأستاذ سمروم سيسينوس في التقرير الذي قدمه جلوس أكثر من 17,000 طالب من 94 مدرسة للامتحانات نجح منهم 60%. من جانبه دعا مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كتاني لتعزيز الجهد وتنسيق المعلمين وأولياء الأمور لتحسين كفاءة الطلاب، مشيدا بدور المجتمع للدفع بالعملية التعليمية من خلال تشجيع المعلمين وبناء الفصول الإضافية. وعقد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط اجتماعا مماثلا أشار فيه إلى نجاح 72.5% من الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة البالغ عددهم أكثر من 13,000 طالب، وأن نسبة النجاح زادت ب1.6% عن السنة الماضية. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ بلاي هبتقابر أن التقييم يساعد في التعرف على القصور وتصحيحه وتحسين النتائج. وأوضح المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب أن الإقليم الأوسط لما له من موارد أفضل نسبيا مما يجب عليها أن يكون
يجب عليه أن يكون قدوة للأقاليم الأخرى، وحث لعقد ورشة عمل للتعرف على أسباب الضعف في بعض المديريات. عقدت الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر مؤتمرها الثاني بمدينة عصب في 26 من أكتوبر الجاري. وأوضح رئيس الجمعية في الفرع سيد قعاس أحمد بأن الجمعية وبالتعاون مع المهنيين سيرت أعمال مشجعة برفع وعي ومعرفة المواطنين من أجل إنقاذ الحياة التي لا تعوض. وقيم المؤتمرون الأنشطة المنفذة وقدموا آراء وتوصيات بناءة تساعد على إنجاح الأنشطة التي سوف تنفذ مستقبلا. واختاروا لجنة إدارية بما فيها رئيس الجمعية وسكرتيره. وألقى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاج كلمة نشاد فيها بالجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين في التبرع الطوعي بالدم، داعيا للدفع بقوة لتحقيق هذا الهدف النبيل. هذا وقد أسست الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر في العام 2016. عقدت ورشة عمل في قندع لإصحاح البيئة المجتمعية وضمان درء الأمراض المعدية في المديرية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية قندع الممرض مكنن قبره مدهن أن أنشطة التوعية المكثفة ساهمت في إصحاح البيئة في 14 قرية، بينما تعمل 5 قرى أخرى لإصحاح البيئة. ودعا مسؤول إصحاح البيئة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد حقوس ملكياس لتنشيط العمل المجتمعي في نظافة البيئة لضمان الصحة العامة وإدخال التوعية في المدارس. وأوضح مدير مديرية قندع سيد عمر يحيى أن برنامج إصلاح البيئة الذي بدأ العمل به عام 2009 نفذ في 14 قرية ب10 ضواحي، داعيا إدارة الضواحي والمؤسسات الحكومية للعمل المنسق لتنفيذه في القرى المتبقية. من جانبه أوضح المدير العام لقسم صحة البيئة في وزارة الصحة الدكتور زومي ألمو أن الوزارة تمنح البرنامج الأولوية لجعله يغطي كافة المناطق. وقدمت في المناسبة محاضرة حول صحة البيئة ورعاية الأمومة والطفولة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بعد سنوات من المطاردات تمكنت قوات خاصة أمريكية لحد من قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في إدلب بسوريا. وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأمريكية وقوات أمنية أخرى في المنطقة تحاول القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أذاعه التلفزيون من البيت الأبيض أن البغدادي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود. ويمثل مقتل البغدادي مكسبا مهما لترامب بعد أسابيع من قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، الأمر الذي أثار انتقادات حادة بعضها من زملائه في الحزب الجمهوري ومخاوف من أن يؤدي القرار إلى عودة التنظيم المتشدد. وقال مسؤول أمريكي لرويترز أن القوات الأمريكية التي نفذت العملية شملت القوة الأمريكية الخاصة دلتا فورس. أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي وافق على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية حتى نهاية يناير المقبل. وغرد توسك على موقع تويتر قائلا أن خطابا رسميا سيرسل إلى لندن بمحتوى القرار. وأضاف توسك أنه من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب، مما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميا. هذا ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تفاصيل القرار.
خسرت طواقم الإطفاء أراضٍ أمام حرائق تغذيها الرياح صبغت السماء باللون الأسود في كاليفورنيا وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص عن منازلهم، ويكافح قرابة 3000 شخص حريق كينكيد الأسوأ بين أكثر من 10 حرائق كبرى حطمت ودمرت قرابة 400 مبنى، ودفعت حاكم الولاية جافين نيوسمان لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية، وأجبر حوالي 180 ألف شخص على الانصياع إلى أوامر الإجلاء في هيلدسبرغ ووينزور في شمال سانتا روزا. وأدى الحريق إلى تلف 207 كيلومترات تقريبا من منطقة صناعة النبيذ وحرق 79 مبنى منذ اندلاعه، لكن لم ترد تقارير عن سقوط خسائر بشرية. كشفت مؤسسة هولندية متخصصة في مكافحة تلوث المحيطات بالبلاستيك النقاب عن جهاز جديد صمم لمنع وصول هذا النوع من التلوث إلى البحار في المقام الأول، وذلك من خلال جمع النفايات البلاستيكية من الأنهار الرئيسية وتنظيفها. وقالت مؤسسة تنظيف المحيطات غير الحكومية والتي تشتهر بمحاولاتها لجمع البلاستيك من المحيطات أنها تجرب نظاما يعتمد على أسس مماثلة لاستخدامه في الأنهار، وهو عبارة عن حاجز عائم لجمع البلاستيك. ويستخدم النظام الذي تتبعه المؤسسة يستخدم في تنظيف المحيطات أو يستخدم في تنظيف المحيطات فقاعة ضخمة عائمة لجمع النفايات. وبعد انتكاسات أولية وتعديلات للنظام، ذكرت المؤسسة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تمكنت من التقاط البلاستيك من أعالي البحار للمرة الأولى. ويتألف النظام الخاص بالأنهار من آلة ترسو في قاع البحر، بينما تقوم أذرع عائمة بتحويل النفايات إلى شبكة للتجميع في الوقت الذي تسمح فيه بمرور الحيوانات والملاحة النهرية. وقالت المؤسسة أنه تم اختبار النظام من قبل في أنهار في إندونيسيا وماليزيا. مشاهدينا الرياضة بعد فاصل قصير أيضا، فابقوا معنا. وفي الرياضة مشاهدينا، فاز لويس هاملتون بسباق جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات بعدما نجا من حادث في أول لفة، لكنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل في تكساس ليحصد لقبه السادس. وهذا هو الفوز العاشر للسائق البريطاني هذا الموسم، والثالث والثمانين في مسيرته، ورقم 100 لمرسيدس كفريق مستقل. وعزز الفوز صدارة هاملتون بطولة العالم إلى 74 نقطة مع تبقي 78 نقطة بحد أقصى في آخر 3 سباقات، وهو ما يعني أنه سيحسم كل شيء في تكساس. وأنهى سيباستيان فيتيل سائق فيراري السباق في المركز الثاني، فيما جاء زميله شارل لوكلير الذي انطلق من مركز أول المنطلقين وحقق أسرع لفة في السباق، لكن فقد أمله في الفوز بسبب الاستراتيجية ومشكلة في وقفة الصيانة الثانية، جاء رابعا. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.